النهارده ابراهيم فايق كان مستضيف كابتن سيد عبد الحفيظ، واحتمال دي تكون اخر حلقه الكابتن سيد عبد الحفيظ مع ابراهيم فايق. السبب ان كل الاخبار بتقول ان هو ان شاء الله نازل انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ النهارده اتكلم من قلبه، راجل محترم، راجل شبه الاهلي، راجل تقول حرام انه له سنتين بره الاهلي، حرام الراجل ده يقعد سنتين النادي ما يستفادش منه. واحنا شفنا السنتين اللي سيد عبد الحفيظ بعد عن الكوره فيهم في النادي الاهلي كانوا سنتين اسوأ من بعض. فيش حد عارف يحل محل سيد عبد الحفيظ في الكوره. حد محترم، حد بيحب شغله، راجل عمره ما عبي في حد. طلع من النادي الاهلي ما قالش كلمه عن النادي ولا ما قالش كلمه عن مجلس الاداره. سيد عبد الحفيظ مكسب للنادي الاهلي ومكسب المجلس الاداره اللي جاي. سيد عبد الحفيظ على ما اظن هينجح باكتساح في العضويه ويمسك بقى نشاط الكوره. اتفرجوا على الكوره، اتفرجوا على نشاط الكوره تحت يد سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ ان شاء الله 4 سنين جايه هيخلي فريق الكوره في حته ثانيه خالص بالكواليتي اللي موجود في النادي. اتفرجوا على سيد عبد الحفيظ، راجل خساره يقعد سنتين برا النادي الاهلي.